هنذبح بقى فراخ النهاردة وهوريكم الطريقة ازاي اذبح لوحدي قدام الكاميرا من غير تخطي. وكمان هنعمل مع بعض محشي على الكانون الفلاحي. انا حاشية المحشي ده بطريقة سهلة جدا وبسيطة اهو، حلو قوي. عايزة اقول لكم ملوش دعوة بطعم المحشي التاني خالص. وكمان هنعمل مع بعض فراخ ازاي هنذبحها وازاي هنضفها مع بعض. نسرع على الرسول ونبدأ الفيديو بتاعنا. خلاص انا نضفت الفراخ بتاعتنا اهيت، نضفتهم ذبحتهم الاول، وكمان نضفتهم وغسلتهم غسيل ونقعتهم في محلول النقع اللي قلنا مع بعض عليه. وكمان سخنت الحلة على البوتاجاز على نار عالية في مادة دهنية بسيطة جدا مش كتير، عشان مش عايزين يعني عايزينها خفيفة. وكمان حطيت الفراخ بتاعتنا على ناحية الصدر مش الظهر. وكمان عامله لهم هنا تتبيله حلوه قوي، مش تتبيله ان انا هقعدهم، لا، عامله لها فلفل وبصل وفص واحد من الثوم، وكمان قرن شطه او فلفل بارد مش حار. وكمان حطيت بقى التوابل، فلفل اسمر وكمون وكزبره والتوابل بتاعت اللحمه بتاعت الفراخ دي مستكه وحبهان. وهنسلقهم بقى على نار عالية، لازم تعلي النار تديلهم تشويحة حلوة. شايفين اهو، هبدأ اقلبهم الجنب التاني. انا حطيت لهم ناحية الصدر وبعد كده قلبتهم على الجنب التاني. التتبيلة بتاعتنا دي حلوة قوي وبتخلي كمان الشوربة جميلة وخفيفة مش تقيلة. خلاص انا عملت الصلصة بتاعة المحشي بتاعنا طريقة حلوة قوي قوي. عملت برضو فلفل حار، مش بارد، لا حر جدا. وكمان بصل عملناها ني في ني، وكمان بصل وكمان فصين من الثوم. وتوابل المحشي بقى ومستكة كمون، اسفة مفيش مستكة في المحشي بقى، كمون وفلفل اسمر وحاجات كتير جدا وتوابل. وبعدين ديت الخضار بتاع المحشي بتاعنا هنقطعه تقطيعة ناعمة جدا، ما تقطعيش خضار المحشي تقطيعة آه، خشنة عشان بيبقى شكله مش حلو في المحشي بصراحة. شايفين بنعم على قد ما بقدر على البلانشة بتاعتنا، وممكن اقطعها على ايدي سهل جدا من غير بلانشة خالص. مهم. هقطع كمان قرن فلفل سبايسي وهحطهم مع الشبت. صحيح كده، اللي مش حابب ما يحطوش. انا بصراحة بحب المحشي بتاعنا عامة، كل الاكل بتاعنا بيبقى سبايسي، ما بحبوش بارد بصراحة. وولادي وكلنا متعودين على كده فبنحبه الاكل يكون حر شويه. السبايسي بيبقى له طعم تاني خالص. النهارده هنعمل المحشي بتاعنا على الكانون الفلاحي، هوريهولكم اول مره حد فيكم يشوفه، او ممكن اللي شافه يعرفني عمله كم مره ويقول لي ايه رايكم في الطعم بتاعه. عايزه اقول لكم ان ماليش دعوه خالص باللي احنا بنعمله على الغاز، ملوش دعوه خالص خالص. ده له طعم مميز كده بصراحه. انا عمري في حياتي ما جربته، غير وانا صغيره كانت امي عملته لنا، بس من يوميها ما عملتوش، فحبيت ان انا اعمله واجربه بصراحة. وقت ما اما نكمل الفيديو بتاع كده انا عملت، قلبت الفراخ بتاعتنا تاني على الستر تاني، ونزلت الطماطم بتاعتنا. خدت تشويحة كمان، لما خدت تشويحة مع الفراخ بدأت انزل بمية مغلية. ده مية مغلية سخنة مش مية باردة، يعني احسن وافضل ان انت تحطي اي اكل تزوديه بميه سخنه، بلاش ميه بارده. خلاص انا حطيت بقى الكزبره والبقدونس والشبت والفلفل الحار. مش حابه حار ما تحطيش خالص حار في بدأت بقى اضيف الرز بتاعنا اهو، غسلاه كويس وصفيته من الميه. وفي جنبي هنا برضو في رز تاني، لو حبيت ان انا اكمل هكمل. انا بقى بقلب بايدي، ايدي نضيفه طبعا، يعني ما فيش حد فينا هيخاف اكتر على نفسه اكتر من اي حد.
ايدي نضيفة كويس جدا. وبدأت ان انا اقلب الرز بتاعنا. بصراحة الرز بتاعنا بتاع المحشي عايز يتقلب بالايد كده، يعني تقليبة المعلقة بصراحة ما بتجيبش نتيجة حلوة. على فكرة الصلصة بتاعتي كتيرة جدا ولسه يعني حاسة ان هي تقيلة قوي، هضيف عليها شوية من الرز كمان، شوية صغيرين مش هكتر. اهو هقلبها برضو بايدي تقليبة حلوة. عايزة اقول لكم ان حدقه حلو قوي، يعني الملح بتاعه حلو وكمان التوابل بتاعته كويسة، مش مش قليلة. ببدأ بقى اجيب الورق اللي هو لونه مشبح بخضار شوية كده بحطه تحت، وبعد كده احط الباقي فوقيه. الابيض فوق هو كله عامة بيبقى الكرنب اللي هو الملفوف ده بيبقى كله طعم واحد، بس اللون اللي بيبقى مختلف شوية من الاخضر ومن الابيض. يعني في عندنا بيحب الاخضر وفي بيحب الابيض، فانا قررت ان انا اعمل ايه، سطر واحد بس اخضر ان بحطه تحت، وبعد كده بحط الباقي فوق. هحشي معاكم شوية، هلف شوية معاكم، وبعد كده انا هكمله لوحدي. اما اكمل لكم بقى موضوع المحشي وانا صغيرة. لما حطيت المحشي ده على الكانون النهاردة واول ما غلى معايا وفتحت الحل عشان اشوفه شلت الغطا، اول ما شميت ريحته افتكرت وانا صغيرة على طول. يعني بيبقى في اكلات كده لما بتغيب عليكي، مثلا بتاكليها وانت صغيرة، واما بتكبري بتشوفيها تاني او بتدوقي نفس الطعم، بيفكرك في لحظة كده في اللحظات بتاعتك وانتي صغيرة. عايزة اقول لكم ان انا افتكرت لحظة ما كنت باكل المحشي ده عند امي، لحظته بالظبط تحديدا. كان الكهرباء قطعة والجو بيشتي، وامي كانت عامله لنا محشي زي ده ونزلته على الصينية، مش في اطباق ومش في الحاجات دي. عارفين مين فيكم بقى كل المحشي على الصينية كده، محطوط في صينية مش في اطباق، وكمان كله بايديه. عايزة اقول لكم احساس حلو قوي قوي، انا هعمله النهاردة، لازم اجرب الاحساس ده النهاردة. يعني الريحة وانزله على صينية، اسقيه على الصينية، وكمان هاكله بايديا، مش واكلاه بمعلقة ولا بشوكة ولا الحركات دي. عايزة اقول لكم احساس حلو قوي قوي، وطعم بيديكي طعم تاني خالص خالص. يعني حاجة من الآخر، صدقيني جربيها. اللي ما عندوش، أنا مش عايزة أقول لكم بقى إن إحنا بانيين والكلام ده كله، لأ خالص. مش مبني ومش معمول بقى فيه افتكاسات وحركات من دي، لأ خالص. أنا هوريهولكم بس اما نكمل لف المحشي بتاعنا. دوسي لايك للفيديو، واللي أول مرة يشوف قناتي يعمل اشتراك ويفعل الجرس عشان يوصله كل جديد ان شاء الله. ويا ريت يبقى فيه شير مع اصحابكم، واللي ناسيني في اللايك ما ينساهوش، انا شايفة اللي ما حطش لايك. اهو عملت السطر الاولاني اللي هو بيبقى في قاع الحلة من تحت، عملته اخضر، مش اخضر اخضر يعني، عملته لون اللي هو الغامق شوية مشبح شوية ده. وبعد كده بتحط بقى من فوق ورق ابيض اهو، يعني بخلي سطر رايح وسطر جاي. وبرضو كالعادة بحشي لوحدي وبقطع لوحدي وبعمل لوحدي. بس تقطيعة الكرنب اللي هو الملفوف زي ما وريت لكم، التقطيعة بتاعته بتسهل عليا، يعني بيبقى لفة زي الصبع كده، وبجيب بفتح على قد الصبع المحشي، وبعد كده بلف في الباقي. هكمل بقى كل حشية الملفوف بتاعنا اللي هو الكرنب. في أماكن بتقول عليه دولمة، ده المحشي. خلاص انا خلصت. شايفين بقى رصيته ازاي، وشايفين مفيش عليه رز من فوق ولا عليه اي حاجة من فوق، ولونه كمان حلو قوي قوي. عايزة اقول لكم ريحته جبارة. الفراخ بتاعتنا كمان استوت، هشيلها خلاص من الحلة، وكمان هنروح بقى على الفرن. شايفين بقى الفرن البتاع بتاعنا اهو، ده الكانون انا مولعاه وهو بيدخن. جايبة دي شوربة من شوربة الفراخ اللي انا طبختها، وحطيتها في حاجة على انها سخنة، ما كنتش قادرة ان انا اشيلها، حطيتها في حاجة بايد كده، ما حطيتهاش في حلة وما حطيتهاش في حاجة. بهز بقى الحلة بتاعتي عشان اتأكد ان كل المحشي بتاعنا من فوق لتحت اخد
آه، اخد شوربة تمام. لو ما عندكيش شوربة وهتضيفي عليه مية، يبقى حطي عليه مية. دي مرقة من بتاعة الفراخ، عايزة اقول لكم واخدة بقى كل طعم الفراخ والتوابل وكل الحركات بقى. اهو ببدأ اعدل الحلة بتاعتنا، شايفين؟ ده طوب، طوب من الجنب ده وطوب من الجنب ده، وحط عليه الحلة وبحط من تحت. شايفين البتاع اللي في ايدي ده؟ ده بتاع الذرة اللي بشوي بيه، ده الفرن اللي بشوي فيه السمك كل اسبوع. عايزه اقول لكم بقى ان الفرن ده فيه مفاجاه حلوه قوي، هوريها لكم حالا. عايزه اوريها لكم، يعني انا مش هعرف اشوي فيه خالص. اهو شايفين بقى النار عامله ازاي؟ يعني البتاع ده حلو جدا، احسن من البوتاجاز كمان، من اللي هو الغاز. حلو قوي قسما بالله، بيديكي طعم. يعني شفت اللي بتعمليه حاجه على الفحم، بس ده مش على الفحم خالص. ده حاجه يعني سبحان الله. الناس زمان كانت بتطبخ كده، ما كانش فيه هنا آه، غاز، وما كانش فيه بوتاجازات، وما كانش فيه الكلام ده خالص. كان فيه كله الناس بتشوي سمك في الفرن ده، وبيطبخوا الاكل والرز وكله كله، وفراخ ولحمه، وكله كله في قلب البتاع ده كده على كده. كانوا زمان بيعملوا كده صدقوني. انا من الارياف، وكانوا اهلي بيحكوا على الموضوع ده. انا بصراحه ما شفتوش، ومن وانا صغيره يعني كان في غاز وكده. بس امي كانت بتعمل لنا اوقات زمان على محشي على البتاع ده، اسمه كانون، اسمه كده. شايفين بقى بدأ يدخن عليا، بس على مين بقى؟ انا هظبط الدنيا. اول مره في حياتي اعمله، اول مره ان انا اجربه ان انا اعمل حاجه زي كده. بس احساس حلو قوي طعمه بقى. عايزه اقول لكم ان تعبي ده كله لما نزلته وكلنا منه، ريحته بقى والكلام ده كله ضيع كل تعبي. كان يوم بهدله من اوله، تنظيف فراخ وذبحته ونضفته، وكمان عملت محشي لفيته. بس لما شفت ولادي بيشكروا فيه، قسما بالله انا من ريحته ومن طعمه ما قدرتش يعني. وحسن كان عايز يقوم، بيقول لي مش قادر ان انا اكل، ومش قادر ان انا احوش نفسي عنه. يعني خلاص ما عادش قادر، ومش قادر يقوم من طعمه. صدقوني طعم تاني خالص، ملوش دعوه باللي احنا بنعمله ده خالص على الغاز، خالص خالص. وكمان معمول بمرقه الفراخ، يعني حاجه من الاخر. انا عايزه اوريكم المفاجاه اللي في الفرن، بس مش هوريها لكم لما المحشي بتاعي يخلص. لما احس ان هو غلى كده شويه، بدأ ان هو يغلى معايا، هوريه لكم. لان الجو عندي كان حر شويه عليا وكمان النار والدخانه وكده. عايزه اوريه لكم ان هو بدأ يغلي ميه. وشايفين الشوكه دي انا حطاها عشان لما يغلي ما ينزلش ميه ما ينزلش شوربه على الحله. يعني دي بترفع الغطا شويه، ما بتخلوش اما يغلي ينزل على الحلة. يعني فكرة برضو حلوة قوي، جاتني في نفس ذات اللحظة. فكرت ان انا احط الشوكة دي كده ترفع الغطا شوية، عشان ما تكبسي على المحشي، توقع الشوربة منه، اللي هي المرقة بتاعت الفراخ. وطلعت فكرة حلوة قوي، ما نزلتش خالص. وكمان بدأ ان هو ينشف معايا، اللي هو يخلص بقى ينشف. وبدأ ان انا اكمله. انا هخلص كل البتاع اللي معايا في الشكارة ده، وما عدتش هكمل خالص، ما عدتش هجيب زيادة. دول ان شاء الله هيكملوا لي المحشي بتاعي، اللي هي الدولمة. نسيت بقى اوريكم المفاجأة اللي في الفرن بتاعنا. دوسوا لايك للفيديو بسرعة، ودوسوا لايك للمفاجأة اللي انتوا هتشوفوها. بصوا بقى، شوفوا المفاجأة. بصوا بصوا،
القطة والدة في الفرن. قسما بالله شايفين قطة والدة في الفرن، شايفين والدة قطط قد ايه يعني ما شاء الله. مش هنعرف نشوي بقى حوالي، شايفين بقى الكانون والفرن حواليه شكل عامل ازاي، شايفين بقى الخضرة والمنظر، ويعني حاجة من الآخر. بس الفرن بتاعنا القطة والدة. المحشي بتاعنا خلاص خلص اهو. جبت بقى الصينية، لازم بصوا اكمل الجريمة للآخر. شايفين بقى المحشي حاجة انهيار، عايزة اقول لكم انهيار اهو. شايفين بقى شكله، عايزة اقول لكم ان هو كان دايب دوب، قسما بالله دوب كده، بيدوب في البق دوب كده، حلو قوي. ريحته كانت حلوة قوي قوي. والفراخ بتاعتنا خلاص انا حمرتها في شوية من السمنة، عايزة تعمليها في زيت اعمليها، بس انا عملتها في سمنة عشان كنا هناكلها في وقتها. شايفين بقى حاجة بصوا دمار، يعني طعم وريحة وشكل وجمال. وكمان هدوق قدامكم مش هتكسف. شايفين اللحمة كمان كانت دايبة دوب. والمحشي بتاعنا شايفين بقى الجمال، حاجة من الآخر، حلوة قوي. وطريقة سهلة وبسيطة وطعم جديد دخلته علينا النهاردة. واللونه شايفين لونه حلو قوي قوي. وكان سهل وبسيط النهاردة. عايزة لايك للفيديو، لو عجبكم الفيديو دوس لايك. انا بجد بجد سعيدة بوجودكم. انا بقول لكم ان المحشي دايب دوب 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 حكاية. لايك للفيديو لو عجبكم، واللي مشتركش في القناة يشترك، فضل ليس امر. انا بجد بجد بحبكم في الله. دمتم في رعاية الله وامنه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.